تذكرون إلى المولد فيها، تذكرون من خلال ابنتها، تذكرون من خلال الصبي، أتذكرون من خلال حتى الحي الذي أقتل فيه. أتذكر الحافظ يحيى بن الحافظ يحبني، وأتذكر جملة قالها لي في سيارته أيام قليلة قبل اعتقاله، مستنبطا إياها من كلمة المناضل الليبي عمر المختار. كيف؟ مثل يحيى هؤلاء تبدأ لهم المسجد. قال عمر المختار قد يكون عمري أطول من عمر شافعي، حتى هو قال بجد يعود عمري أطول من عمر اللي له كتهود وغني لو دلتني. أنا كده وكده لأني حقيقة كان أعرف هذا الرجل حكا، وأقدم عذرا اعتذار رسمي لجميع المعتقلين الصحراويين على التقصير اللي يمكن، ولكن الذي يمكن نصنع حقهم من خلال الزيارات، من خلال المواكبات، من خلال الاتصالات، ولكننا مكرهين وقد نكون مرغبين في أحايين كثيرة. وأقول له وللجميع قد كنتم أنتم السابقين، وقد يكون بعض الأحرار هم اللاحقون في هذه المجالات. سأتمم مداخلتي وأدعو الجميع إلى إنشاء أو هيكلة أو خلق تنظيم أو تنسيقية للدفاع عن المعتقل الصحراوي والحافظ محمد يحيى بن الحافظ، والمطالبة بإطلاق سراحه. ومن هنا سأنتقل إلى إعلان تضامني اللامشروط مع جميع الحركيات الاحتجاجية أو المطلبية داخل السلطات، مع الفتح أبو إسحاق اللي ذات سابقة في تاريخ السجون المغربية، وهي قضاء جميع مدة الاعتقال في إضراب الطاعة. أتضامن كذلك مع الرفيق والصديق والأخ الأكبر وإسحاق أرجيني، كما أتضامن كذلك معكم أنتم سادتي وإن صح التعبير أو أطري أساتذتي وأطر العليا، وأقول لكم هذا التفاعل الإيجابي الذي تلامسون فيه بعض هموم الشعب، بعض